قالوا عليه ميسي العرب والامهر في الخليج كله، وجاله عروض من كبار اوروبا وما كانش بيعرف عنها حاجه. والله زي ما بقول لك كده، وحاجات كتير قوي هنعرفها النهارده عن امهر لاعب في تاريخ الامارات، عمر عبد الرحمن. اللاعب الاماراتي مواليد 20 سبتمبر 1991، يعني دلوقتي عنده 33 سنه بالتمام والكمال، ومعروف بقصه شعره الكنيش، واللي في فتره من فترات كانت هي الترند في الخليج كله، حاجه كده زي قصات رامز جلال عندنا. بس الفكره ان ده بيعمل مقالب في الفنانين، وده بيعملها في المدافعين، وده بجد لان عموري كان قادر يلم اتخانها مدافع بسهوله جدا، لدرجه انهم شبهوه بميسي. وبدايه عموري كانت سنه 2000 وهو عنده 9 سنين مع نادي الهلال السعودي. وخليك فاكر الحته دي، انه ابتدى كويس في الهلال، وفي سنه 2006 وهو 15 سنه راح العين الاماراتي، والعين قرر يصعدوا فريق اول سنه 2009 وكسب معاهم 3 بطولات. وعلى الرغم ان الموسم اللي بعده جاله اول رباط صليبي، الا انه بقى لاعب اساسي في الفريق الاول، وساعد فريقه انه يفضل في الدوري وما يهبطش موسم 2010 2011، وكان سجل وقتها 11 هدف في 29 مباراه، واختاروه كافضل لاعب صاعد. وفي موسم 2011 2012 جاله برضه رباط صليبي. عد معايا، ها، ده كده تاني رباط صليبي، وهو يدوب لسه ما كملش سنتين مع الفريق الاول، ورجع من الاصابه وحضر تتويج فريقه بالدوري. وفي الفتره دي عمل معايشه مع مانشستر سيتي، ورجع تاني للعين علشان يبقى اهم لاعب في الفريق موسم 2012 2013، وحقق كميه بطولات في الموسم ده فرديه وجماعيه، حاجه مرعبه بصراحه. وخلينا نرجع شويه لحته مانشستر سيتي. عموري وقتها راح معايشه فعلا، وقعد اسبوعين مع الفريق، وبسبب ان عموري اصاباته كتير فهو ما لعبش مع المنتخب النسبه المطلوبه من المباريات، وكمان رفض نادي العين الصفقه. وتصريح العمل في انجلترا كان برضه مش مشكله كبيره، فالصفقه لم تتم، لكن عموري نفسه كان عامل اداء كويس والسيتي فعلا كان عايزه. وفي بدايه 2013 قاد منتخب الامارات للفوز بكاس الخليج، وكمان كان افضل لاعب في البطوله، وسجل هدف في مباراه النهائي. وبعدها بفتره طلع تقرير ان ارسنال وبرشلونه عاوزين يضم عموري. بص صلي على النبي كده، احنا لسه بنسمي في اسامي الانديه اللي اتكلمت عليه، فاهدى كده وخلينا نكمل. لو ما عملتش فولو وسبسكرايب روح اعمل عشان نكمل. المهم ان برضه في 2013 صحف اوروبيه كبيره قالت ان فيه اهتمامات من انديه كبيره في البريمير ليج، وعلى راسهم الريدز ليفربول. وخلينا نتكلم بعقلانيه شويه، انه رغم كل الكلام ده وقتها وكل الانديه الكبيره المهتمه، الا ان عموري كان مرتبه كبير جدا وقتها، خصوصا كمان مع زياده الاعلانات مع شركه نايكي. فايا كان الفلوس اللي هتتعرض عليه فهي اكيد اقل من اللي بياخده مع نادي العين. وعموري ما كانش حابب يخرج عن طوع النادي، يعني كان حابب يفيد النادي، وما حاولش انه يعمل اي فوضى او اي مشكله علشان يمشي. وكان شايف انه بيلعب في فريق كبير، فلما يمشي هيمشي على فريق اوروبي وبرضه يكون كبير. كل ده جميل لحد ما ابتدى يجيله كلام ان الهلال السعودي مهتم انه يضمه، وزي ما قلنا ان ابتدى هناك وهو صغير يدوب 9 سنين، فطبيعي يحن للنادي اللي اتربى فيه. والكلام ده في نهايه سنه 2015. وفي يناير 2016 حصلت مفاجاه، وهي وصول اكبر اعلان لعمر عبد الرحمن عموري في مسيرته الكرويه، وهو انه هيتحط جنب البرازيلي نيمار على غلاف بيس 2016، وده في النسخ الخاصه بالمنطقه العربيه. انت متخيل النجوميه بتاعته وقتها؟ متخيل كان نجم لدرجه ايه؟ وفي نفس السنه كان العين وصل لنهائي دوري ابطال اسيا، وللاسف خسر البطوله، ولكن عموري كان افضل لاعب في البطوله، وزعل جدا انه الافضل، ولكنه ما ساعدش فريقه ياخد البطوله. عنده حق يزعل بصراحه. وفي 2016 عموري كسب جايزه افضل لاعب في اسيا، ودي طبعا جايزه كبيره جدا. وقبل موسم 2017 جاله عرض اوروبي من نيس الفرنسي ب 10 مليون يورو، وكان العرض اعاره مع احقيه الشراء. وبالنسبه لانه اعاره فالرقم ده كبير جدا جدا جدا، بس العين رفض، وكان عندهم وجهه نظر انهم عايزين يكسبوا دوري ابطال اسيا، فطبيعي مش هيسيبوا افضل لاعب عندهم يمشي، انت فاهم اكيد. وعموري فعلا قعد ويلا وهنلعب البطوله، وتيجي الصدمه بقى انهم يخسروا في دور الثمانيه بنتيجه 3-0، ويخرجوا ويخسروا من مين؟ من الهلال السعودي. بس اعتقد انت فهمت ايه اللي هندخل عليه دلوقتي. عموري خرج في تصريح وقال ان اي حد ليه الشرف انه يمثل نادي الهلال، وشكر في النادي. وبعدها العين قال لك مفيش مشكله انه يمشي، بس يجدد الاول معانا، يعني فيما معناه يطلع اعاره مش بيع نهائي، يعني زي ما بيقولوا كده هناخد بريك. ووقتها جه النصر السعودي حب يحكها، بس الهلال خلصها. ووقتها كان سامي الجابر رئيس النادي، وقال ان عموري رجع بيته تاني. وقتها عموري لعب مع محمد الشلهوب اللي كان هو قدوته واسطورته. طبعا انت دلوقتي مش هتقدر تتخيل كميه العظمه اللي الفريق ممكن يعملها وهو عنده الاثنين دول، زي كانك جمعت بين ابو تريكه وشيكابالا في فريق واحد. المهم انه فاز معاهم بكاس السوبر على حساب الاتحاد، والسوبر ده كان اتلعب في انجلترا. وبعدها بفتره طلع تصريحات من نادي العين ان عموري هو اللي اختار الهلال، فراح رد وقال ان نادي العين هيفضل
وهيفضل دايما في قلبه وليه مكانه خاصه عنده. بص هو لحد هنا وتمام، بس عموري كمل حته كده صغيره بوظت الدنيا مع جماهير العين، ان هو مشي فعلا بفعل فاعل. يعني كان في مسؤولين في النادي حابينه يمشي، وطبعا جماهير العين سمعت الكلام ده وشاطت، وخصوصا لما قال ان في فرق كبير بين الدوريين، وبعدها خرج واعتذر طبعا عن الكلام اللي قاله ده. المهم ان في الموسم ده مع الهلال عموري في الجوله السادسه كان عنده ماتش قدام الشباب السعودي ووقع على الارض، واللي في دماغك صح، فعلا عموري اتصاب ثالث مره بالرباط الصليبي. وقتها ظهر تركي آل الشيخ وقرر انهم يسفروه اسبانيا علشان يتعالج مع واحد من اشهر الدكاتره هناك في كره القدم، رامون كوغات. في يوليو 2019 الهلال قرر ما يجددش لعموري، ووقتها مسؤولين الهلال قالوا انهم قدموا العرض وعموري اتاخر في الرد، ولما رد قال لهم عاوز فلوس زياده وهو اصلا مصاب ولسه هيرجع اخر السنه. وطبعا النادي محتاج لاعب اجنبي مكانه لانه بيتحسب كلاعب اجنبي، هي منطقيه برضه من النادي مش غريبه. وعموري رجع الامارات تاني، بس المره دي من بوابه نادي الجزيره. ولما لعبوا العين وقتها قال لك طبعا في مشاعر عندي طيبه لنادي العين، بس ده الاحتراف. وكسب عموري الدوري في 2020 2021 مع الجزيره. بس في فبراير 2021 حصلت مفاجاه وعقده اتفسخ، ومفيش سبب رئيسي لده، بس اللي اتقال انه بسبب ان مرتبه كبير واصاباته كتير قوي فمش لاحقين يستفادوا منه. وبعدها راح نادي شباب الاهلي في صفقه مفاجاه وغريبه، ومطولش هناك وراح لنادي الوصل الاماراتي. وبالمناسبه ده اخر نادي لعب ليه، وفي اول موسم ما لعبش مع الفريق علشان كان عنده جيش، وده مش افيه والله، بس الجيش سحبه بدري ورجع بعدها لعب مع النادي وما عملش اي حاجه تذكر. ووفقا للترانسفير ماركت فعموري من غير نادي من شهر فبراير 2024، يمكن من قبل 10 سنين من التاريخ ده. لو سالت اي حد بيشوف كوره عن عمر عبد الرحمن عموري كان هيقول لك ده هيبقى اسطوره عربيه وهيوصل لبرشلونه او اليونايتد وهيكسر الدنيا في اوروبا، وده مش غريب على فكره وكان المفروض يحصل، بس الاصابات وفكره انه نجم في فتره صغيره ونجم بلده وبياخد فلوس كتير جدا ومرتب ما يحلمش بيه اي شاب في سنه، فطبيعي ما كانش يحاول يسيب النادي ويمشي. يمكن عموري ما بصش على مستقبله وما حسبهاش بشكل صح او احترافي فعلا، وانه يعمل تاريخ ويفضل لفترات بعيده، وبص بس انه دلوقتي نجم بس قدام ما بقاش نجم. دي قصه عموري، وده انت وده احنا، ونشوفك الحلقه الجايه. سلام.